السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل معاكم ان شاء الله النهاردة كده وصفة من وصفاتنا كده البسيطة الموفرة، اللي طبعا تبسطي بيها بيتك واولادك، وممكن كده تعملي منه كده وجبة فطار، وممكن برضو تنفعك برضو في المدارس برضو، وتنفعك برضو لللانش بوكس برضو للأطفال. حاجة كده موفرة وحاجة كده مكوناتها كده موجودة في كل بيت. تابعي كده معايا الفيديو، يلا بينا على بركة الله نسمي ونشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. وطبعا حبيبة قلب المكونات بتاعتنا ان شاء الله هتبقى بالمج العادي اللي موجود في كل البيوت او اللي موجود عندك طبعا في البيت. المج اللي هو الازاز العادي ده، طبعا احنا هنعاير بيه المعايير بتاعتنا كلها. ده المج اللي انا استخدمته في المعيار بتاعي، معيار السمنة ومعيار بقية المكونات اللي انا ان شاء الله هستخدمها. دي كوباية طبعا من السمنة، طبعا هي بدرجة حرارة الغرفة يا بنات. إيه لو عايزاها طبعا تبقى ساقعة شوية ده هيبقى أفضل كمان. معايا هنا دي كوباية سكر بودرة، ده سكر عادي يعني وطحناه في المطحنة. خدت منه برضو كده كوباية برضو بنفس المج. هبدأ ان انا اخلط المكونات بتاعتي كده مع بعضها لعند ما السكر بتاعي والسمنة يختلطوا مع بعض كويس، ويبقى اللون بتاعهم كده فاتح او مايل للفاتح اكتر يعني. اول ما السكر كده والسمنة يختلطوا كده مع بعض ويبقى اللون بتاعهم كده فاتح ومتجانسين كده مع بعض، هنزل عليهم ببيضة، بيضة كاملة يعني البياض بالصفار، وهنزل عليهم باتنين باكت كده من الفانيليا. وهبدأ ان انا اقلب برضو المكونات دي كلها مع بعضها لعند ما البيضة بتاعتي والفانيليا يختفوا خالص مع السمنة ومع السكر. واول ما المكونات كده بتاعتي تتمزج كلها كده مع بعضها، هنزل بقى بالتكة بتاعتي، وهي طبعا معلقتين او 3 من النشا. طبعا انا هنا حطيت معلقتين، طبعا دي بتفرق في الطعم جدا، ودي تكة كده من عندي، تكة كده هتخلي الكوكيز معاكي في كده نسبة قرمشة، وبقى الطعم بتاعه تحفة وجميل جدا. جربي بس الوصفة دي كده بطريقتي وان شاء الله هتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها. طبعا انا هنا طبعا كنت حطيت معلقتين النشا، وبدأت ان انا اقلب كده النشا مع السمنة والدقيق والسكر والبيضة اللي عندي ما يوصلوا للقوام اللي انتوا شفتوه معايا ده. نجهز هنا بقى الدقيق بتاعنا ده 3 كوبايات، اللي هي طبعا زي ما قلت لكم كده المعيار المج العادي. حطيت عليهم كده رشة بسيطة كده من الملح، وحطيت عليهم معلقة كده من البيكنج باودر او البيكنج صودا زي ما بتسموه. هبدأ ان انا انزل بالدقيق بتاعي على الخليط، وهسيب طبعا معلقة كده من الدقيق. طبعا تابع معايا كده الفيديو وان شاء الله هقولك انا سبت المعلقة دي ليه. لو وصلت لعندي هنا من الفيديو حبيبة قلبي، لايك كده وفعلي الجرس عشان طبعا يوصلك كل جديد طبعا بننزله. وشيري كده الفيديو مع اصحابك عشان طبعا قناتنا المتواضعة دي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. بحبكم في الله حبايب قلبي. طبعا انا هنا بعد ما حطيت الدقيق هبدأ ان انا اقلب المكونات بتاعتي دي كلها كده مع بعضها. طبعا المعلقة مش هتنفع معايا، هبدأ طبعا ان انا اشتغل بايدي. طبعا ايدينا طبعا يا جماعة نظيفة ومغسولة. هبدأ ان انا طبعا اقلب المكونات بتاعتي كده بايدي. هنا طبعا كانت العجينة بتاعتي او المكونات بتاعتي حسيت ان هي مفرولة كده او مرملة. هبدأ ان انا انزل عليها كده بشوية من اللبن، او 3 معالق كده من اللبن. انا عيرتهم كانوا 3 معالق بالظبط. هنزل كده ب3 معالق من اللبن عشان طبعا العجينة بتاعتي تتظبط معايا. انا مش هنزل بمية خالص، يا ريت ما تحطيش في العجينة بتاعتنا مية عشان طبعا تبقى الفوائد بتاعتها كاملة وتبقى العجينة معاكي تحفة وجميلة. تعالي هنا بقى اما اقولك معلقه الدقيق هنعمل بيها ايه. انا هنا قسمت العجينه بتاعتي لجزئين، جزء كده هشيله على جنب، والجزء ده حطيت عليه معلقه الدقيق. وهبدا ان انا لميت العجينه بتاعتي كده بمعلقه الدقيق، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عجينه طريه وما هياش ملزقه، وما شاء الله تحفه برضو جميله. هبدا ان انا كده اركنها على جنب، واجيب النص التاني كده من العجينه. هعمل فيه ايه بقى؟ هنزل عليه كده بمعلقة من الكاكاو، زي طبعا معلقة الدقيق اللي احنا حطيناها برضو على النص التاني، يبقى هيبقى عندنا جزء فانيليا
وجزء شوكولاتة زي ما انتوا شايفين معايا كده. هبدأ ان انا الم العجينة بتاعتي زي ما لميت برضو معلقة الدقيق بالعجينة بتاعت الفانيليا، عشان طبعا يبقى معايا جزء كده فانيليا وجزء شوكولاتة. شكلي كده ونوعي، ما تعمليش نوع واحد. بدل ما المكونات طبعا متوفرة عندك، اعملي حبيبة قلبي، فرحي بيتك وأسرتك وفرحي أولادك. وبمكونات كده سهلة وبسيطة، مش شارين أي حاجة طبعا من بره. المكونات بتاعتنا طبعا موجودة في أي بيت، تقدري ان انت تعملي الوصفة بتاعتنا في أي وقت. طبعا ما بتاخدش معاكي وقت ولا مجهود، ممكن تخلص معاكي في 10 دقايق بالظبط. يعني ممكن ربع ساعة عجين وخبيز. بتبقى ما شاء الله حاجة كده تحفة برضو في البيت. وعايزة اقول لكم ان المخبوزات او الحاجات دي في البيت بتخلي البيت ريحته جميلة جدا وبيبقى ملان خير. بعد ما لميت العجينة كده بمعلقة الكاكاو وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقى معايا جزء فانيليا وجزء شوكولاتة. كملي كده معايا الفيديو للاخر واقولك طريقة التزيين او التشكيل هنشكلها ان شاء الله ازاي. تعالوا بقى نشوف هنا احنا ان شاء الله هنشكله ازاي. انا هنا معايا الفارمازي ده، او ممكن طبعا تستغني عنه. ومعايا طبعا شوكليت شيبس، ده طبعا الاساسي بتاعه. ممكن تعملي برضو كوكيز الافران اللي هو من غير تزيين خالص. التزيين ده حاجة ترجعلك. هبدأ ان انا اشكل العجينة بتاعتي، هاخدها كورة كده او هقطع منها جزء كده بسيط. طبعا الحجم يرجعلك انتي، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة، حاجة ترجعلك. بعد ما كورتها كده واديت لها ضغطة كده بسيطة، هنزل بيها في الشوكليت شيبس او البرمزيه، حاجة يعني ترجعلك انتي. هكمل بقية التبطيط بتاعها او الخبز بتاعها وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني حبايب قلبي بعد ما خلصت طبعا تشكيل الكمية كلها وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة؟ قولوا لي طبعا رأيكم الجميل في التعليقات. هنا طبعا انا كنت خبزتها على درجة حرارة 180، كنت مشغلة الفرن طبعا قبل ما ادخلها. واخدت معايا في الفرن بالظبط حوالي عن 15 دقيقة او 20 دقيقة بالظبط. طبعا على نار هادية. حطيتها طبعا على الرف اللي في النص وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة؟ قولوا طبعا رأيكم كده في التعليقات. عايزة اقول لكم ان هي كانت ما شاء الله تحفة ومفرولة كده، وفي نفس الوقت برضو فيها نسبة قرمشة. عايزة اقول لكم الطعم بتاعها كان فعلا جميل جدا. جربي يا حبيبة قلبي كده الوصفة بتاعتي دي بالطريقة بتاعتي، وإن شاء الله هتعتمديها وهتعمليها على طول. عايزة أقولك إن الوصفة دي سهلة وبسيطة وبمكونات فعلا بسيطة، تقدري إن انت تعمليها فعلا في أي وقت، متاخدش معاكي وقت ومجهود. وحاجة كده في منتهى الجمال، وحاجة كده تبسط أطفالك. حاجة كده ما شاء الله تحفة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. لو وصلنا طبعا لعندي هنا من الفيديو، ما تنسينيش طبعا حبيبة قلبي باللايك الجميل بتاعك. وقوليلي طبعا رأيك في التعليقات طبعا اللي أنا بستناها. وشيري كده الفيديو مع أصحابك عشان قناتنا دي تكبر ليكم وبيكم إن شاء الله.